السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب. قبل كده ما ندخل على الفيديو بتاعنا يا حبايبي، تحطوا اللايك الجميل عشان الفيديو بتاعي يبان كده ويترفع للناس. وبجد بجد بشكركم وبشكر الناس كده اللي دعمتني وشجعتني. هنسمي الله كده وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. شوفوا النهارده انا عملت معاكم شوية سمك، ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس على الاكل. صورت لكم كده كام فيديو من السمك تشوفوا كده السمك المفضل بتاعي. ولو عجبكم اي حاجه يا حبايب قلبي من السمك اللي انا عاملاه، اكتبوا لي كده في الكومنتات وانا اقول لكم على الطريقه. يا رب كده الفيديو بتاعي البسيط يعجبكم وينول اعجابكم. اول حاجه يا حبايبي في اكلنا الجميل النهارده عملنا سمك مكاريل صينيه، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه، والطعم كده حكايه ما شاء الله يا حبايبي. شفتوا الجمال والحلاوه؟ لو عايزين طريقته يا حبايبي قولوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم على الطريقه. ما شاء الله عليه. وعملت شويه عصير فراوله مخزناها في التلاجة، بسم الله ما شاء الله، في الفريزر. وشويه سلطه وجرجير ورز ابيض، وكان غدانا يا حبايب قلبي. يلا بينا كده، اتفضلوا معانا بالالف هنا وشفا كده للي شاف، والف هنا وشفا كده للي هياكل. شوفوا الجمال والحلاوة، شوية سمك الصراحة يفتحوا النفس. السمك ده مكاريل، أنا كنت شارية الكيلو ب55. ما شاء الله. عملته قدامكم يا حبايب قلب صينية اهو، بفلفل ألوان وفي توم وبصل وطماطم. وعملت الطريقة بتاعت الجميلة دي ورصيته في الصينية وفي قلب الفرن، ويلا يا أم محمد سوي السمك الجميل بتاعك. وعملت يا حبايب قلبي الأكلة اللي بعد كده، السمك اللي هو المقلي الجميل بتاعنا، اللي انا كنت منزلاه معاكم في فيديو المشتريات. السمك ده اسمه سرفيديا، وهنا في العريش بيقولوا عليه زفيرة. بس السمك ده طعمه جميل جدا يا حبايبي ما شاء الله عليه. وسويت سردينة وطبق رز وشوية سلطة وحبة مخلل، وكان غدا روعة يا حبايب قلبي. وقالته بطريقة كده حلوة خالص خالص خالص. طبعا احنا غسلنا السمك وفتحنا بطنه ونضفناها، وعصرنا عليه شوية ليمون وحطينا شوية ملح وسبناها كده السمك شوية لما شرب من الملح والليمون ما شاء الله. وهنا يا حبايبي جهزنا الخلطة اللي هنتبل بيها السمك. جبنا شوية دقيق مع شوية كمون مع شوية ملح، وكل الحاجات دي قلبناها كده مع بعض. وبعد كده سيبنا السمك بتاعنا شوية كده لما شرب من الليمون والملح. والتتبيله الخطيره اللي احنا عملناها دي يا حبايب قلبي تحفه كده، بتخلي السمك تحفه. لما بتتبلي الدقيق ما شاء الله عليه بتخلي طعم السمك جميل جدا ما شاء الله. تابعوني حبايبي لاخر الفيديو، انا عامله كام اكله سمك مصوراها معاكم. هتشوفوا كده كل السمك اللي انا يعني بحب اعمله، سواء مشوي او مقلي هيعجبكم. ولو عجبكم اي حاجه من اللي انا عاملاها يا حبايبي تشجعوني كده. احنا تبلنا السمك اهو بالدقيق، عفوا، ونقلناه في الزيت ما شاء الله. بجد السمك ده كان طعمه حلو خالص يا حبايبي. سمك هنا بحر طبعا جميل جدا من العريش. خلاص السمك بتاعنا حبايب قلبي استوى واتحمر معانا اهو. هنجهز له الخلطة الجبارة الرهيبة ما شاء الله عليها. معانا هريسة شطة ومعانا فلفل ومعانا فصين توم وشوية كمون وعصرة ليمون وشوية خل، وقلبناهم كلهم على بعض بسم الله ما شاء الله. ادونا طعم حلو خالص يا حبايب قلبي. وبكل الخلطة الجميلة دي هننزل على السمك بيها. زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله، بجد كان طعمه تحفة الصراحة. يعني انا صورت لكم الفيديو ده كامل عشان بس اوريكم التتبيلة الجميلة اللي انا بحطها على السمك، بتخلي طعمه ما شاء الله يا حبايبي. يلا بقى حطوا اللايك يا حبايبي، يلا ما تبخلوش عليا باللايك، يلا حطوا اللايك كده وشجعوني وادعموني كده، خلي قناتي دي تكبر، قناتي مش هتكبر غير بيكم. خلاص هنرص السمك بتاعنا اهو، وهننزل بالخلطة الجميلة دي ما شاء الله مفحفحة كده ومولعة. والفلفل اللي انا حطاه يا حبايبي مولع كده بس ما شاء الله. مدي للسمك طعم حلو خالص. وباقي الخلطة هنحطها على السردينة نشطشطها هي كمان. ادعوا لي كده يا حبايبي ربنا كده يشفيني، لان انا عندي نزلة برد، وانا قلت اكل السمك ده عشان يعني ايه يشيل عني البرد شوية. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. احنا تبلنا السمك بتاعنا يا حبايبي وخلصناه ورصيناه في طبقين ما شاء الله عليه. وعملنا جنبه شوية رز وشوية سلطة وشوية مخلل، ومشينا اليوم الجميل بتاعنا بالسمك الجميل ده. وطبعا عملت كده معاكم المكاريل، وعملت النوع الجميل ده سمك بحر يا حبايبي. ما شاء الله. برضو هعمل معاكم الشبار وهعمل معاكم السمك البوري،
وهعمل معاكم في سمكة هنا في العريش اسمها ابو منقار برضو، هعملها معاكم كله ده في الفيديو. تابعوه كده للاخر وانتوا هتستفيدوا ان شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة، اللهم صل على النبي، حاجة كده روعة تفتح النفس على الاكل. يلا اتفضلوا معانا يا حبايبي. طبعا انا رصيته كده في الاطباق، وحطيت على السردينه الخلطه. السردينه دي روعه يا حبايبي، جميله جدا برضو هنا من العريش ما شاء الله. هنا سمك في العريش جميل جدا، سمك بحر طبعا يا حبايبي. يعني ودام موجود معانا السمك، عندنا سمك البحر نجيبه احسن من نجيب سمك اللي هو المزارع اللي هو الشبار واي سمك مزارع. بسم الله ما شاء الله. عملنا رز ابيض وطبق سلطه يفتح النفس كده على الاكل، وطبق مخلل ما شاء الله يا حبايب قلبي. واليوم ده اتغدينا بالسمك الجميل ده وخلصنا السمك الجميل ده، وعملنا نوع تاني. خليكم كده معايا يا حبايبي هتشوفوا النوع التاني اللي انا عملته. لو عجبكم اي حاجه من اللي انا عاملاها قولوا لي فورا في الكومنتات. بسم الله ما شاء الله. عملت السمك قليت شبار اهو ما شاء الله عليه، وعملت سمك الشبار عملته في الصينيه ما شاء الله. رصيته كده في الصينيه يا حبايبي، وقطعت عليه فلفل الوان وبصل وتوم وفلفل وكل خضار عندك حطيتيه وجزر ما شاء الله، وتبلناه وظبطناه كده ورصيناه في الصينيه ودخلناه الفرن ما شاء الله عليه. وطبعا هنا السمك السرفدي عملناه من غير رده خالص يا حبايبي، رصيناه في الصينيه وعملناه من غير ما نحط على اي رده، بشويه زيت وشويه ملح وشويه ليمون، وتبلناه ما شاء الله. والسلطه والجرجير والعيش بسم الله ما شاء الله. الله عليك يا ام محمد، سمكك كده يفتح النفس. يلا يا حبايبي لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك يا حبايبي. وعملنا سمك الشبار الجميل ده والسلطه والرز الابيض برضو. والسمك الشبار ده شويناه في الفرن. انتوا لو عايزين تشوفوا طريقه شوي السمك اللي انا بشويه في الفرن ما شاء الله ادخلوا كده على القناه هتلاقوا الطريقه. بس انا حبيت اوريكم الاكلات بتاعتي المفضله من السمك. يا رب كده تعجبكم وتنولوا اعجابكم. ولو عجبتكم حبايب قلبي شجعوني كده واكبروا بخاطري كده واعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراك. واهم حاجه اللايك يا حبايبي عشان الفيديو بتاعي يترفع ويبان للناس. والسمك ده يا حبايبي عملت رز ببصل، اول مره اعمل رز ببصل، فعملت السمك ده والسلطه. السمك ده اسمه ابو منقار ما شاء الله، برضو سمك حلو خالص يا حبايبي. فانا قليته نضفته كده وقليته وتبلته زي ما انتوا شايفين، وعملت رز وسلطه ما شاء الله. حبه سمك كده يفتحوا النفس على الاكل. يلا اتفضلوا معانا. وهنا يا حبايب قلب عملت البور الجميل برز اصفر وطبق السلطه والمخلل، وما شاء الله على البوري مشوي كده في الفرن حاجه فاخر من الاخر. شوفوا الجمال والحلاوة ما شاء الله. ده يا حبايب قلبي انواع السمك قلت اصورها معاكم عشان تشوفوا كده وتستفيدوا كده من الحاجات اللي انا عاملاها، وتشوفوا كده اي نوع من اللي انا عاملاه عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي عاملاه ازاي. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجة يا حبايبي، بس كلنا بنتعلم من بعض. وبكده حبايب قلبي خلصت الفيديو بتاعي معاكم. يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وادعموني كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.